السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بريب 3؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. معاكم دكتورة ماما منصور، والنهارده ان شاء الله هنحل مع بعض امتحان الساينس 2025 محافظة كفر الشيخ. يلا بينا نتوكل على الله ونشوف الأسئلة بتاعتنا عبارة عن ايه. طيب question number 1 complete the following statement. number 1 the traits that are not transmitted from one generation to another generation are called space trait. هنا بيقول لي التريتس الصفات التي لا تنتقل from one generation to another. اكيد هتبقى طبعا هتبقى acquired trait، يعني صفات مكتسبه. لكن الصفه اللي بيحصل لها ترانسميشن بنقول عليها genetic trait. يبقى نمبر 1 هتبقى acquired trait. يبقى نمبر 1 هتبقى acquired trait. نمبر 2 Mendel's second law is known as the law of space. اسمه ايه؟ independent assortment of hereditary factor. independent assortment of hereditary factor، التوزيع الحر للعوامل الوراثيه. يبقى ميندلز سكند لو اسمه independent assortment of hereditary factor. نمبر 3 سبيس جلاند سكريت ثايروكسين هرمون. يبقى اكيد الثيرويد ثايروكسين، يبقى الثيرويد جلاند. يبقى نمبر 3 ثيرويد جلاند. طيب نمبر بي write the symbolic equation only for the following. هنكتب معادلات. نمبر 1 passing the hydrogen gas through hot copper oxide. يبقى نمبر 1 passing hydrogen gas through hot copper oxide، دي معادله اوكسيديشن وريدكشن، اكسده واختزال، لما بفعل الهيدروجين وذ الكبر اوكسايد. يبقى اول حاجه هنجيب الايه؟ الهيدروجين H2، هنعمل له بيسنج، هنمرره على كبر اوكسايد CuO، هيحصل اوكسيديشن وريدكشن. الهيدروجين هياخد مكان مين؟ الكبر، صح؟ فيبقى عندي H2O والكبر يطلع يبقى Cu. تمام كده؟ تمام. يبقى انا بالنسبه لي المعادله بتاعتي بتقول ايه؟ الهيدروجين بلس الكبر اوكسايد CuO، دي اوكسيديشن ريدكشن، هيديني H2O. تمام كده؟ والكبر. خلاص كده يبقى دي معادله الاكسيديشن والريدكشن. طب خلينا نكمل. طيب نمبر 2 the effect of heat on sodium nitrate. طالما قال لي effect of heat يبقى thermal decomposition، انحلال حراري، صح؟ طيب على مين؟ على الصوديوم نايتريت ان ايه؟ NO3. خلينا نشوف. يبقى اول حاجه الصوديوم نايتريت ان ايه؟ NO3 تحصل له thermal decomposition، صح؟ هيديني ايه؟ ان ايه؟ NO2. لا صوديوم نايترايت بلس O2 يحصل له ريليزنج، صح كده؟ صح. طيب الصوديوم نايتريت كان لونه وايت، صح؟ طيب الصوديوم نايترايت يلوش وايت. طيب المعادله بتاعتي هيبقى 2Na NO3 هيديني 2Na NO2 بلس O2. خلينا نكمل. طيب نمبر 3 the reaction of hydrochloric acid والصوديوم كربونيت. المعادله دي معروفه وبتيجي في امتحانات كتير. هيدروكلوريك مع صوديوم كربونيت، ده عباره عن دبل سبستيتيوشن. اسيد مع مين يا ولاد؟ مع سولت. طيب المعادله بتاعتي بتقول ايه؟ صوديوم كربونيت Na2CO3 بلس HCl. هعمل دبل سبستيتيوشن، يعني هنودي واحد ونجيب التاني. تمام. اول حاجه الصوديوم هيروح للهيدروجين وياخد مكان، فبقى عندي NaCl، صح كده؟ حلو. هنجيب بقى الاتش مكان الايه؟ Na. الاتش ياخد مكان، يبقى H2CO3، صح كده؟ صح. الخطوه دي بالنسبه لي ده بقى الحمض ده ضعيف، فيحصل له ديكومبوز، هيتكسر بالحراره عادي جدا طالما لقيت كربونيت، فهيطلع معايا CO2 ويتبقى لي اكسجينه همسكها مع ال H2 فيبقى H2O. صح كده؟ صح. بلس NaCl. يعني المعادله بتيجي على الخطوتين، هو عايز منك خطوه واحده. الخطوه الاولى هتقول الصوديوم كربونات Na2CO3 بلس HCl هيديني ده الناتج النهائي. هو مش عايز منك ده، هو عايز منك NaCl بلس H2O بلس CO2 يحصل له ريليزنج. دي معادله تفاعل السولت مع الاسيد، صوديوم كربونات مع هيدروكلوريك اسيد. طيب نمبر سي how is the rate of chemical reaction measured practically. ازاي نقيس السبيد اوف chemical reaction؟ تمام كده، او معدل الكيميكال رياكشن براكتيكالي عمليا. ازاي بنقيس ان التفاعل ده سريع او بطيء؟ اول حاجه يحصل disappearance of one of reactant and appearance of one of a product. يعني disappearance اختفاء of one of reactant احد المتفاعلات، وappearance ظهور مين؟ one of a product، يبقى باختفاء المتفاعلات وظهور النواتج. يبقى الإجابة بتاعتي هتبقى عبارة عن إيه؟ by disappearance of one reactant and appearance of one product، باختفاء واحد من الرياكتنت والappearance of one product. طيب نمبر 2 in the opposite figure if you know that the electromotive force for each cell is 4 volt calculate the reading of voltmeter. طيب then calculate the current intensity which pass through the 4 ohm resistance when the circuit is closed. هو مديني electric circuit، مديني دايره كهربائيه. اول حاجه عايز مين؟ الريدنج اوف الفولتميتر، قراءه الفولتميتر. وانا عارفه ان الفولتميتر بيقيس حاجتين على حسب،
هو بيقيس الكتروموتيف فورس لو الدايره بتاعتي اوبن، وبيقيس بوتنشال ديفرنس لو الدايره بتاعتي كلوز. صح صح. اول حاجه هو عايز قراءه الايه الفولتميتر على هذه الحاله. اول حاجه لما جيت ابص تمام كده لمين للاوبن. طيب اول حاجه لما جيت ابص للكي المفتاح بتاعي لقيته اوبن. اذا الفولتميتر هيقرا ايه الالكتروموتيف فورس، القوه الدافعه الكهربائيه بتاع العمود ده بس فقط، لان الدايره مفتوحه. اذا هو قال لي ان العمود الواحد ب 4 فولت، يبقى قراءه الفولتميتر هتبقى 4 لان الدايره بتاعتي مفتوحه. فهو اذا هيقرا الاي ام اف بتاعه البطاريه دي او بتاع العمود الواحد بس. صح كده؟ صح. يبقى اول حاجه هو قرأ العمود ده بس، لانه هيقيس لي الاي ام اف الكتروموتيف فورس لان الدايره اوبن. طيب هو بقى قايل لي بقى عايز الكرنت انتنسيتي شده التيار لما نقفل الدايره، لما تكون الريزيستنس بتاعتي لما تكون الريزيستنس بتاعتي 4 اوم. طيب احنا هنا هنقفل الدايره، يبقى انا هجيب هنا ايه البوتنشال ديفرنس، فرق الجهد للدايره كلها، يعني للاعمده كلها الثلاث اعمده صح، او الاربع اعمده. يبقى انا هجيب هنا البوتنشال ديفرنس للاعمده كلها، فرق الجهد. هو قال لي ان كل عمود ب 4 فولت صح كده؟ صح. طيب اول حاجه انا معايا 3 اعمده متصلين بارل، فهاخد قيمه واحده، يعني ده ب3 وده ب3 وده ب3، اذا هاخد قيمه واحده يبقى 4 فولت، الثلاثه ب4. طيب هنا لما لقيت اللي هو النيجاتيف بول الطرف السالب للثلاثه متصل بمين؟ متصل يا اولاد بالبوزيتيف للسالب الثانيه. يعني البطاريه دي زي لو انتم شايفين البطاريه دي تمام كده هنا السالب متصل بالموجب، يعني الثلاثه دول مع العمود ده متصلين سيريس، يعني انا في الحاله دي هجمع الاربعه مع 4 كمان. انتوا فاهمين ولا لا؟ يعني انا جبت هنا الايه جبت هنا الاي ام اف القوه الدافعه للثلاثه هيبقوا بقيمه واحده لان هم متوصلين بقى، والثلاثه متوصلين مع العمود الرابع ده سيريوس، فانا هجمع يعني 4 زائد 4، يعني الفولت بتاعي هيبقى 8 فولت. تمام كده؟ يبقى الفولت بتاعي 8 فولت صح كده؟ 8 صح. وعندي ريزيستنس بكام؟ ب 4. هروح اجيب مين؟ الكرنت انتنسيتي. الكرنت انتنسيتي بتساوي الفولت على الاوم، يعني 8 ديفايدد اون 4، يبقى الكرنت انتنسيتي هيطلع ب 2 امبير حسب قانون المقاومه، لان الار ريزيستنس بتساوي الفولت ديفايدد اون الكرنت انتنسيتي صح. هشيل كل حاجه واحط قيمتها، اذا الانتنسيتي هتساوي الفولت ديفايدد اون الاوم، يعني 8 ديفايدد اون 4 هيطلع ب 2 امبير. يبقى في الحاله الاولى لما جبت قراءه الفولتميتر الدايره كانت مفتوحه، فخدت قراءه العمود الواحد اللي هو الالكتروموتيف فورس. لما عملنا كلوزنج للدايره وقفلنا الدايره بتاعتي فهجيب البوتنشال ديفرنس فرق الجهد يا اولاد، يعني هجيب للبطاريات كلها يعني الاربع اعمده بمعنى اصح. خلينا نكمل. طيب question number 2 correct the underline. number 1 in positive catalytic reaction catalyst is used to slow down the chemical reaction. طيب هنا بقول لي slow down هيبطئ او هيقلل سرعه التفاعل الكيميائي، يبقى نيجاتيف كاتاليتيك تفاعلات الحفز السالب، يبقى بدل بوزيتيف هيبقى نيجاتيف كاتاليتيك. طيب نمبر 2 دينامو convert light energy into electric. لا الدينامو بيحول او الميكانيكال او الكاينيتيك into electric، يبقى الدينامو بيحول الميكانيكال او الكاينيتيك لالكتريك. نمبر 3 بيتيوتري جلاند اكزيت بلو ذا بنكرياس. بيقول لي ان البيتيوتري الغده النخاميه موجوده بلو ذا بنكرياس، يعني اسفل البنكرياس، لا بلو ذا برين تحت المخ او اسفل المخ. يبقى نمبر 1 هتبقى نيجاتيف كاتاليتيك، نمبر 2 كاينيتيك، نمبر 3 هتبقى برين. خلينا نكمل. طيب نمبر بي give reason for each of the following. number 1 atom nuclei of some radioactive element tended to lose number of neutron spontaneously. هنا بيسالني على الراديو اكتيفيتي. ليه الاتوم الراديو اكتيف العناصر المشعه tended to يعني بتضطر انها تفقد number of النيوترونز spontaneously تلقائي to reach to stability لان انا عارفه ان الراديو اكتيف element بيبقى عندها يا اولاد اكسس انرجي، عندها طاقه زايده، فبالتالي هتطلع الطاقه في صوره ايه؟ راديشن، اشعاع. تو ايه بقى يا اولاد؟ تو become more stable عشان تبقى او توصل لحاله الاستابيليتي، يبقى بتتخلص من الايه increase the number of النيوترون to reach to stability يبقى to get rid of excess energy and become more stable عشان تتخلص من الطاقة الزايدة and become more stable. طيب number 2 the matchstick increased glowing at the mouth of the tube containing heated red mercury oxide. بيقول لي ليه الماتشنج ستيك تمام هيحصل له انكريزنج في الجلوينج، هيزداد توهجا لو قربناه من تيوب مسخنين فيها ميركوريك اوكسايد. اذا هنا هعمل ثيرمال ديكومبوزيشن للميركوريك اوكسايد. طيب انتوا عارفين ان الميركوريك اوكسايد HgO صح كده؟ لما بعمل له ثيرمال ديكومبوزيشن بيديني Hg بلس O2 بيحصل له ريليزنج، وانا عارفه ان ال O2 لما بقرب له بيرنينج ماتش بيحصل انكريزنج في الجلوينج، بيزداد اشتعال. يبقى هنا سبب الجلوينج ريليزنج اوف الاكسجين جاز، انطلاق غاز الاكسجين نتيجه الثيرمال ديكومبوزيشن اوف الميركوريك اوكسايد انتو ميركوري اند اوكسجين. خلاص كده تمام.
نمبر 3 covalent compound are slower in their reaction. ليه الكوفالنت كومباوند المركبات الايونيه التفاعل بتاعها بيبقى slower؟ هنقول because the reaction occur between molecules، لان التفاعل بيتم between molecules. هنقول because the reaction occur between molecules، بيحصل ما بين الجزيئات، فالتفاعل بيبقى ايه؟ بيبقى يا ولاد بطيء. وكمان الموليكيولز بتبقى difficult في الديسولفنج، بتبقى صعب ان يحصل لها dissolving in water، بتبقى صعب في الاذابه بتاعتها، ما بتدوبش بسهوله. يبقى because the reaction occur between molecules which difficult dissolving in water، صعب ان هي تدوب في الميه. Number C determine the importance or uses of the following. Number 1 adrenaline هرمون. طيب الادرينالين بيعمل ايه؟ stimulate the body to emergency cases. stimulate the body to emergency cases، بيحفز الجسم لحالات الطوارئ. يبقى الادرينالين which secrete from الادرينال gland stimulate the body organs. تمام كده in the emergency cases، بيحفز البادي organ in the emergency cases، بنحفز اعضاء الجسم للاستجابه لحاله الامرجنسي او حاله الطوارئ. طيب نمبر 2 كار اير باجز. هي الاير باجز ايه هي اليوسج؟ ايه اهميه الاير باجز في المودرن كار؟ احنا عارفين ان الاير باجز في المودرن كار بتعمل بروتكت يا اولاد لمين؟ للدرايفر او الباسنجر، بتحمي السائق او المسافر، خصوصا لو حصل ايه؟ sudden decrease في السبيد اوف ذا كار. هيحصل ايه؟ هيحصل ان الصوديوم ازايد، الماده اللي جواه موجوده جوه الاير باجز، هيحصل لها ايه يا اولاد؟ دي كومبوز، هتتحلل لايه؟ لصوديوم ونيتروجين. فالنيتروجين يعمل فيلنج للاير باجز، يملاها يا اولاد بالهواء، بدل ما يخبط تمام كده في الدروكسيون او اللي هي الويلز كار بمعنى اصح، فيخبط في الاير باجز. يبقى وظيفه الاير باجز ان هي بتعمل بروتكشن للدرايفر تمام كده، هو ايه؟ فيلد ويز النيتروجين جاز، لما بتتملي بالنيتروجين جاز نتيجه ايه؟ ديكومبوزيشن اوف الصوديوم ازايد. خلينا نكمل. طيب خلينا نحل مع بعض question number 3. طيب question number 3 عباره عن put true or false. طيب number 1 oxidation and reduction reaction take place separately. يعني بقول ان الاكسيديشن والريدكشن الاثنين بيحصلوا separately، يعني منفصلين. لا طبعا الاثنين بيحصلوا في نفس الوقت، يعني الاثنين يا اولاد بيبقوا ايه؟ متزامنتان، يعني بيحصلوا في نفس الوقت مش separately. هتبقى طبعا اول واحده false، يبقى number 1 هتبقى false. طيب question number 2 the transference of the charge between two conductor depend on their amount of charge. بيقول لي عشان نعمل ترانسفير ننقل amount of charge كميه من الشحنات الكهربيه، depend on ده بيعتمد على الاماونت اوف charge. لا طبعا بيعتمد على حاجه اسمها الايه؟ الالكتريك بوتنشال، فرق الجهد تمام كده، او الجهد الكهربي. لان انا عارفه لان انا عارفه يا ولاد ان الالكتريك كارنت التيار الكهربي بينتقل من فين لفين؟ من الهاي الكتريك بوتنشال لللو الكتريك بوتنشال، من الجهد الاعلى للجهد الاقل. اذا لازم أن يكون في حاجه اسمها بوتنشال ديفرنس، فرق الجهد، وليس ما بيعتمدش على الاماونت اوف تشارج. يبقى نمبر 2 هتبقى فولس هي كمان. طيب نمبر 3 the two hereditary factor in every trait separate when the gamete are formed. بيقول لي ان التو hereditary factor يعني التو جين المسؤولين عن الابيرنس اوف التريت، عن ظهور الصفه، بيحصل لهم سيبريشن او سيجريجيشن اثناء تكوين الجاميت، اثناء يا اولاد الفورميشن اوف جاميت. طبعا ما انا عارفه ان القانون الاول لمندل الفيرست لو اسمه ايه؟ سيجريجيشن اوف هيريديتري فاكتور، انعزال العوامل الوراثيه. يعني بمعنى اصح الهيريديتري فاكتور بيحصل لها سيبريشن او سيجريجيشن ديورنج الجاميت فورميشن. يبقى السؤال الثالث هيبقى ترو. تمام كده. طيب نمبر بي كومبير بتوين نمبر 1 اميتر اند فولتميتر. طيب هنقارن من حيث ايه؟ اول حاجه اليوسج يعني الاستخدام، والواي اوف كونكشن طريقه التواصل او الاتصال بتاعه في الالكتريك سيركويت. طيب اول حاجه اليوسج، استخدام الاميتر بنستخدمه عشان نعمل ميجرمنت للكرنت انتنسيتي، نقيس شده التيار. يبقى الاميتر بنقيس بيه او بنعمل ميجرمنت للكرنت انتنسيتي. لكن الفولتميتر على حسب هي الدايره بتاعتي اوبن ولا كلوزد. لو هي اوبن هنقيس مين يا اولاد؟ الالكتروموتيف فورس، ولو هي كلوزد هنقيس البوتنشال ديفرنس. تمام. طيب من ناحيه الواي اوف كونكشن طريقه التوصيل، هي سيريس ولا بارل؟ انا عارفه طبعا ان الاميتر تمام كده بيوصل سيريس، كونكتد سيريس، يعني بيوصل على التوالي. لكن الفولتميتر هيبقى كونكتد بارل، هيتوصل على التوازي. يبقى الاميتر سيريس والفولتميتر بارل. اميتر بنقيس بيه كرنت انتنسيتي، والفولتميتر بنقيس بيه يا اولاد مين؟ البوتنشال ديفرنس، وكمان لو الدايره بتاعتي اوبن يبقى الالكتروموتيف فورس. تمام كده. طيب نمبر 2 عايز يقارن ما بين الالترنيتنج الكتريك كارنت والدايركت الكتريك كارنت. طيب السؤال ده متوقع على فكره في تقريبا في الامتحانات اللي هي كلها. طيب هنقارن من حيث ايه؟ اول حاجه الانتنسيتي، الشده والدايركشن. طيب اول حاجه الالترنيتنج تمام من ناحيه الانتنسيتي فهو فاريبل. يعني ايه فاريبل؟ يعني متغير الشده، وكمان فاريبل في الدايركشن، يعني فاريبل في الانتنسيتي وفاريبل في الدايركشن. يبقى اول حاجه الالترنيتنج بيبقى فاريبل متغير ان بوث انتنسيتي اند دايركشن. طيب بالنسبه بقى للدايركت الدايركت بالنسبه للانتنسيتي بيبقى كونستانت ثابت، الدايركت بيبقى ثابت كونستانت. طب بالنسبه للدايركشن بيبقى يوني دايركشن، في اتجاه واحد فقط. يبقى اول حاجه الالترنيتنج بيبقى فاريبل ان بوث انتنسيتي اند دايركشن، لكن بالنسبه للدايركت بيبقى كونستانت في الايه؟ في الانتنسيتي، وكمان بيبقى يوني دايركشن. يبقى الالترنيتنج بيبقى فاريبل ان بوث انتنسيتي اند دايركشن.
يعني متغير في الشده والاتجاه، لكن الدايركت بيبقى كونستانت ان انتنسيتي اند يوني دايركشن، يعني موحد الاتجاه، يعني ليه اتجاه واحد ويبقى الانتنسيتي بتاعته بتبقى ثابته. طيب نمبر 3 compare between natural radioactivity and artificial radioactivity according to definition، يعني عايز نعرف الناتشورال راديو اكتيفيتي ظاهره النشاط الاشعاعي، وكمان الارتفيشال اللي هو الاشعاع الصناعي. طيب اول حاجه الناتشورال راديو اكتيفيتي هنقول عباره عن ايه؟ spontaneous decay of the nuclei of a radioactive element to become more stable. فعباره عن ايه؟ spontaneous decay of the nuclei of a radioactive element to become more stable، هو تحول تلقائي تمام كده لمين؟ لانويه بعض العناصر المشعه كمحاوله للوصول لحاله الاستقرار. يبقى spontaneous decay of the nuclei of a radioactive element to become more stable. طب بالنسبه بقى للارتفيشال راديو اكتيفيتي عباره عن ايه؟ نيوكلير انرجي released during a nuclear reaction from a nuclear reactor او from a nuclear bomb. يبقى عباره عن ايه؟ نيوكلير انرجي released during nuclear reaction from a nuclear reactor or nuclear bombs. تمام، نكتب الكلام ده. يبقى السؤال رقم 3 الناتشورال راديو اكتيفيتي عباره عن spontaneous decay of the nuclei of a radioactive element to become more stable، لكن الارتفيشال راديشن عباره عن نيوكلير انرجي released from الايه يا ولاد؟ نيوكلير رياكشن الموجوده في النيوكلير رياكتور اور النيوكلير بومبس. تمام، خلينا نكمل. نمبر سي اليومنيوم is 4 zinc in the chemical activity series which of them is faster in reaction with diluted HCl explain. طيب بيقول لي ان الالومنيوم بريسيد يعني بيسبق الزنك في الكيميكال اكتيفيتي، خلاص كده. طيب مين فيهم يبقى فاستر في التفاعل مع الاتش سي ال؟ انا عارفه ان كلاهما لما بيتفاعل مع الهيدروكلوريك اسيد بيعتبر سمبل سبستيتيوشن، لان هما هيحل محل الهيدروجين اوف الاسيد، صح؟ طيب بس انا عارفه بالرغم ان الالومنيوم بريسيد الزنك الا انه بيبقى ايه يا اولاد؟ سلور ان ذا ايه؟ ان ذا رياكشن. ليه؟ بديو تو بريزنس اوف الالومنيوم ايه؟ اوكسايد، الومنيوم اوكسايد Al2O3 اللي بتعمل ديلينج في الكيميكال رياكشن، لان يا اولاد الالومنيوم كفرنج ويز الومنيوم اوكسايد Al2O3 which delay تمام او taking more time تمام كده عشان يحصل سيباريشن، يعني عشان تنفصل. انا عارفه ان الالومنيوم عنده طبقه من الصدى اسمها الالومنيوم اوكسايد Al2O3 تمام، بتعمل ديلينج للكيميكال رياكشن لان هي يا اولاد ايه؟ تيك مور تايم تو سيباريت، بتاخد وقت طويل عشان يحصل لها سيباريشن. يبقى الاجابه بتاعتي هنقول الومنيوم is slower than zinc due to presence of الالومنيوم اوكسايد Al2O3 which take much time to separate. تمام كده، يبقى الالومنيوم هيبقى slower than الزنك، ابطا من الزنك بسبب وجود الالومنيوم اوكسايد Al2O3. تمام كده. طيب نمبر 2 explain by genetic method the hybridization in the Drosophila insect between a male and a female. Each of them has long wing and the product is 45 member with long wings and 15 member with short wings. If you know that the symbol of long wing is T capital and short wing is T small. طيب هو عايز اوضح على اسس وراثيه ناتج التزاوج او اللي هي الهايبريديزيشن تمام بين ايه؟ الدروسوفلا انسكت تمام، ما بين مين وفيميل. اهم حاجه اشوف البرودكت بتاعتي، احنا جبنا كام فرد؟ قال لك جبنا كام؟ 45 45 لونج وينج تمام كده و15 15 شورت وينج. اذا دلوقتي انا لو جيت اختصرت تمام على ال 15 فيها الثلاثه، على ال 15 فيها الواحد، اذا البيرسنت بتاعتي 3 لواحد، يبقى انا على طول الميل والفيميل هايبريد مع هايبريد، لان انا عارفه لما ازوج هايبريد يعني كابيتال سمول مع هايبريد كابيتال سمول هيبقى ناتج التزاوج بتاعي 3 دومينانت لواحد ريسيسيف، صح ولا لا؟ تمام، يبقى طالما على طول النسبه بتاعتك طلعت 3 لواحد يبقى هايبريد ويز هايبريد تي كابيتال تي سمول مع تي كابيتال تي سمول. طب لو النسبه بتاعتي طلعت 50 50 50 50 او 1 لواحد يبقى هايبريد مع ريسيسيف، هايبريد مع ريسيسيف، صح ولا لا؟ يبقى انا على حسب النسبه 3 لواحد يبقى هايبريد مع هايبريد. يبقى المساله بتاعتي هنحلها ازاي؟ يبقى لما اجي اول حاجه احل المساله بتاعتي، اول حاجه هقول له البيرنت الاباء، صح؟ وبعد كده عندي الجميت وعندي اللي هو الايه؟ الفيرست جنريشن تمام، او الجيل اللي هو هيطلع بتاعي. انا قلت البيرنت هيبقى هايبريد ويز هايبريد، هايبريد يعني تي كابيتال تي سمول، طيب ويز هايبريد برضو تي كابيتال تي سمول، لان كلاهما وينج، لان كلاهما يا اولاد ايه؟ لونج وينج يعني طويل الجناح تمام، فالاب الطويل ده هيبقى هايبريد بمعنى اصح تي كابيتال تي سمول مع تي كابيتال تي سمول. اجي اطلع الجميت، احنا بنطلع الجميت ازاي؟ اول حاجه ببص للبيرنت، انت عندك كام حرف؟ عندي 2 يعني 2 جين بمعنى اصح او 2 هيريديتري فاكتور، اذا الجميته بتاعتي هتقفل على حرف واحد، يبقى الاب لما يبقى عنده حرفين الجميت بتقفل على حرف واحد، يبقى اول حاجه التي كابيتال لوحدها والتي سمول لوحدها، يبقى 2 جميت. طيب مع الاب الثاني نفس الفكره، الاب عنده حرفين يبقى الجميت هتقفل على حرف، يبقى الاب ده هيديني 2 تايبس اوف جميت، نوعين من الجميتات، تي كابيتال وتي سمول. طيب عشان نحلها بنقول ايه؟ 1 2 3 4. طيب هنقول 1 3 1 4، 1 3 يعني تي كابيتال تي كابيتال، طب 1 4 تي كابيتال تي سمول برضو، 2 3 و2 4، 2 3 يعني تي كابيتال تي سمول لان التي كابيتال بيجي الاول، طيب 2 4 تي سمول تي سمول يعني كابيتال 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 سمول كابيتال سمول سمول سمول، ده ناتج تزاوج الهايبريد مع الهايبريد، ده لونج طويل وده لونج وده لونج وده شورت
طيب هنا لونج بس ايه بيور، لكن هنا لونج بس ايه هايبريد، وهنا لونج بس هايبريد، وهنا شورت. طيب question number 4 it choose the correct answer. number 1 all the following element can substitute the hydrogen of diluted acid except كل اللي جاي ينفع ياخد مكان الهيدروجين في diluted acid except number 1 aluminum, number 2 zinc, number C AU, number D BB اللي هو الليد او الرصاص. طيب انا عارفه ان كلهم ينفعوا ياخدوا مكان الهيدروجين في diluted acid except ال AU لانه فول الهيدروجين في الكيميكال اكتيفيتي سيريس. تمام كده تمام. طيب number 2 when the amount of electric charge is doubled when the time is constant the electric intensity number A decrease to half, number B increase 4 times, number C increase twice, number D decrease to quart. طب خلينا نشوف الاول الكرنت انتنسيتي. القانون بيقول ايه؟ ان الكرنت انتنسيتي الاي ايكوال الكوانتيتي اوف تشارج، صح كده؟ ديفايدد اون التايم. طيب انا عارفه ان العلاقه ما بين الكرنت انتنسيتي والكوانتيتي اوف تشارج علاقه ايه؟ دايركت عند ثبوت التايم. يعني لما الوقت بتاعي يبقى ثابت يبقى العلاقه ما بين الكرنت انتنسيتي شده التيار والكوانتيتي اوف تشارج او الالكتريك اوف تشارج علاقه دايركت، يعني بيزيدوا سوا ويقولوا سوا طالما التايم بتاعي ثابت. يبقى لما الالكتريك تشارج يحصل له دبل يعني هيزيد للضعف، اذا برضو الالكتريك كارنت انتنسيتي هيزيد برضو دبل يعني للضعف، يعني انكريس توايس. لان انا بالنسبه لي التايم كونستانت طالما الوقت ثابت يبقى العلاقه ما بينهم علاقه دايركت. طيب question number 3 on adding sodium chloride solution to silver nitrate solution a نقط precipitate is formed. يعني لما اجيب NaCl تمام كده NaCl بلس AgNO3. طيب المعادله دي عباره عن سولت والسولت، ملح مع ملح، ودايما تفاعل السولتس تمام كده الاملاح مع بعضها بيبقى مصحوب بتكوين البريسبتيت، وانا عارفه ان دي المعادله مشهوره جدا ان هيتكون فيها AgCl اللي هو الايه راسب ابيض من ايه سيلفر كلورايد كلوريد الفضه، يبقى وايت بريسبتيت، هيبقى وايت بريسبتيت يا اولاد يعني وايت بي بي تي. تمام لان المعادله بتاعتي بتقول ايه؟ تعالى نكتبها. يعني هنقول ان ايه Cl بلس AgNO3 صح كده، ده دبل سبستيتيوشن، هنودي الاول مكان الاول يبقى NaNO3 صح كده NaNO3 ونجيب الاول مكان الاول هيبقى AgCl. وانا عارفه ان AgCl عباره عن ايه؟ وايت بريسبتيت راسب ابيض من السيلفر كلورايد. خلينا نكمل. طيب number B what are the result of each of the following. number 1 a gene failed to produce its own enzyme. طيب بيقول ان الجين failed يعني فشل ان يكون الاوون انزيم الانزيم بتاعه. طيب انا عارفه ان العالمين بيدل وتاتهم قالوا ايه؟ ان كل جين بروديوس سبيسيفيك انزيم، كل جين بيديني سبيسيفيك انزيم، وكل انزيم مسؤول عن اكتيفيشن اوف كيميكال رياكشن، وكل كيميكال رياكشن بيديني بروتين صح؟ فالبروتين ده مسؤول عن ايه؟ الابيرنس اوف الجيناتيك تريت، ظهور الصفه الوراثيه. اذا لو الانزيم ما تكونش صح يبقى نو بروتين فورمد، مفيش بروتين هيتكون، فبالتالي مش هيحصل ابيرنس لمين؟ للجيناتيك تريت، الصفه مش هتظهر. يبقى لو الجين فيلد تو بروديوس اتس اون انزيم هنقول نمبر 1 نو بروتين از فورمد، مفيش بروتين هيتكون. سو ذا جيناتيك تريت ويل نوت ابير، يعني الصفه الوراثيه ويل نوت ابير مش هتظهر، يبقى مفيش بروتين مفيش جيناتيك تريت ابيرنس، مش هتظهر الصفه الوراثيه. خلاص كده خلاص. طيب نمبر 2 exposing a man for a large dose of atomic radiation for short period of time. ايه اللي هيحصل لو عرضنا شخص يا ولاد للارج دوز جرعه كبيره ان شورت تايم في وقت قصير؟ انا عارفه ان دي الحاله الاولى لما باخد بالك كبير تمام كده في شورت بيريد اوف تايم في وقت قصير. ايه اللي بيحصل؟ اول حاجه يحصل ديستراكشن، اول حاجه هيتدمر بالنسبه لي طالما خدت جرعه كبيره البون مارو نخاع العظام، وبعد كده يحصل دامج لمين؟ للسبلين الطحال، وكمان هيحصل ديستراكت لمين؟ للسنترال نيرفس سيستم وكمان الدايجستيف سيستم. يبقى لما اخد لارج دوز في شورت بيريود اول حاجه هتتاثر هو البون مارو تمام كده. تاني حاجه يحصل ديستراكشن او دامج للسبلين وكمان السنترال نيرفس سيستم والدايجستيف سيستم. يبقى اربع حاجات اثروا لو انا اخدت لارج دوز في شورت بيريد اوف تايم: بون مارو، سبلين، سنترال نيرفس سيستم ودايجستيف سيستم. طيب نمبر 3 replacing a piece of iron with iron filling of the same mass when reacting with the diluted acid. طيب هنا بيقول لي بمعنى اصح لو احنا استبدلناه بيس اوف ايرن قطعه ايرن بايرن فيلنج ببراده حديد مع يعني نفس الكتله، كان معايا بيس اوف ايرن يعني حته حديد استبدلتها بايرن فيلنج براده حديد. طيب ساعه ما اشوف ايرن فيلنج براده حديد على طول يبقى انا هزود السيرفس اريا مساحه السطح، فبالتالي يحصل انكريز في السبيد اوف كيميكال رياكشن، لان كل ما بزود السيرفس اريا بيزيد النمبر اوف موليكيولز عدد الجزيئات اللي هي رياكتنت المتفاعله، فبالتالي بيزيد السبيد اوف كيميكال رياكشن. يبقى هيحصل انكريز في السبيد اوف كيميكال رياكشن صح ولا لا؟ هيحصل انكريز في الاماونت اوف ريليز هيدروجين. ليه؟ لان الايرن فيلنج عنده سيرفس اريا كتير، فبالتالي هزود السبيد اوف كيميكال رياكشن لو استبدلت البيس بايرن فيلنج، يبقى انكريز في السبيد اوف كيميكال رياكشن ديو تو انكريز في السيرفس اريا لان السيرفس اريا بتاعتي زادت. تمام. طيب اخر سؤال معانا نمبر سي وات از مينت باي، يعني بمعنى اصح عايز ديفينيشن تعريف.
طيب number 1 a work of 10 joule is done to transfer a charge of 5 coulomb between 2 points. هنا مديني الجول بمعنى اصح ومديني الكولوم، انا هروح على طول اجيب البوتنشال ديفرنس صح. طب ما انا عارفه ان البوتنشال ديفرنس فرق الجهد بيساوي الايه؟ الورك دان ديفايدد اون الكولوم، ورك دان ديفايدد اون الكولوم. تمام كده، يبقى الدبليو ديفايدد ان كولوم صح. طب الدبليو او الورك دان بكام؟ ب 10 ديفايدد اون كام؟ 5 الكولوم، هيطلع كام يا ولاد؟ 2 فولت. 2 فولت صح. هنقول له this means that the potential difference is equal to volt. يبقى this means that the potential difference is equal to volt. يعني هذا يعني ان البوتنشال ديفرنس فرق الجهد بيساوي 2 فولت. كاني مساله عاديه وكاني رحت اجيب البوتنشال ديفرنس وهقول ان البوتنشال ديفرنس equal to 2 فولت، يعني بيساوي 2 فولت. خلاص كده، يبقى دي اول تعريف. يبقى this means that the potential difference equal to volt. خلاص كده. طيب خلينا نكمل. طيب نمبر 2 calculate the quantity of electricity that passes through a conductor its resistance is equal to 2200 ohm for 120 seconds. When it's connected to a source its potential difference is equal to 220 volt. طيب اول حاجه لما يديني مساله اطلع معطياتي اشوف مديني ايه. اول حاجه مديني ريزيستنس صح. صح، يبقى اول حاجه مديني الار، مديني الريزيستنس. حلو. طيب مديني ايه تاني؟ قال لي مديني التايم. حلو. ومديني ايه تاني؟ مديني البوتنشال ديفرنس. طيب طالما معايا الار صح كده، ومعايا مين يا ولاد؟ البوتنشال ديفرنس، بالنسبه لي هروح اجيب مين على طول؟ الكرنت انتنسيتي. هروح اجيب شده التيار، لان انا ده قانون مين؟ اومز لو، قانون اوم. يعني الار هتساوي الريزيستنس هتساوي بوتنشال ديفرنس تمام ديفايدد اون كرنت انتنسيتي، ديفايدد اون كرنت انتنسيتي. تمام كده، يبقى الفي ديفايدد اون اي. طيب هشيل واحط. طيب خلينا اول حاجه نتعامل بقانون الريزيستنس. اول حاجه الار بتاعتي الريزيستنس بتساوي البوتنشال ديفرنس ديفايدد اون الكرنت انتنسيتي. هشيل واحط. الريزيستنس بكام؟ 2020 اوم ايكوال البوتنشال ديفرنس بكام؟ 220. تمام كده، ديفايدد اون الكرنت انتنسيتي. اذا الاي هتساوي الكرنت انتنسيتي 220 ديفايدد اون 2020 هتبقى ايكوال تو 0.1 امبير. 0.1 امبير. انا جبت كده مين؟ الكرنت انتنسيتي. حلو. طالما جبت الكرنت انتنسيتي ومعايا هناك التايم اللي هو ايه 120 سكند، يعني معايا تايم ومعايا كرنت انتنسيتي، اذا هطبق قانون مين هنا؟ الكرنت انتنسيتي. يبقى هقول في الخطوه الثانيه ان الكرنت انتنسيتي تمام كده اللي هو الاي، هقول ان الاي ايكوال الكيو اللي هي الكوانتيتي اوف تشارج ديفايدد اون تايم. طيب انا عندي اللي هي الكرنت انتنسيتي كام؟ 0.1 ايكوال هو عايز مين؟ الكوانتيتي اوف تشارج، يبقى الكيو ديفايدد اون تايم. التايم بتاعي كان كام؟ 120 سكند صح. اذا الكيو بتاعي هنعمل مالتبلاي، هضرب الكرنت انتنسيتي تمام كده في ال 120 سكند، هتبقى ايكوال كام يا ولاد؟ هتبقى ايكوال 2 يا ولاد، هتبقى 12 كولوم. 12 كولوم. ايه السلام.